مساء الخير، الله يسعدكم الصبايا. اليوم جبت لكم طريقة عمل بطاطس جراتين. بدي حوالي كيلو بطاطا، بصلاية صغيرة، ملعقة نشا، حوالي 2 ديسيلتر من الكريمة، ملعقة فلفل صغيرة، وحوالي لتر من الحليب. بغسل البطاطا، بعدين بقشرها وبقطعها. هون ما بغسلش البطاطا، ممنوع تغسيل البطاطا بعد التقطيع. طبعا هون أنا فرمت البصلة. حاليا الطريقة كالتالي صبايا مشان نستثمر الوقت. بحط حوالي لتر حليب بالطنجرة، بضيف حوالي 2 ديسيلتر من الكريمة، خفق كريمة الأكل مش مهم. بعدين بنضيف البطاطا والبصل، بنخلطه على النار. هون أنا غلطت، ضفت النشا قبل عملية الغليان. أضفت البصل، بعدين بضيف البطاطا، بضيف ملعقة صغيرة من ماجي الخضرة، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض أو الأسود. ما منضيف النشا صبايا، أنا غلطت بالبداية. بضلني أحرك الطنجرة لبينها تبلش تغلى معايا. مجرد تبلش تغلى معايا بوطي النار عليها لدرجة 2، وبضلني أحرك وبستمر بالحركة حوالي 10 دقايق. بعد 10 دقايق بجيب ملعقة من النشا وملعقتين من الماء، بخلطن وبضيفن على البطاطا والحليب والكريمة. صبايا هيك أنا عملت، بس غلطت ببداية الفيديو. بعد 10 دقايق تقريبا بتشعر إن البطاطا بلشت تستوي شوي. حاليا بنجيب الفورمة اللي إحنا حنطبق فيها البطاطا، وحنحط البطاطا مع الصوص تبعه بالفورمة وندخله على فرن درجة حرارته 200 تقريبا نص ساعة. بنحطه بالطبقة الوسطانية صبايا حبيباتي لبين تستوي. طبعا احنا بنذوق من الحافة ونشوف البطاطا استوت ولا لا، ولازم تتأكدين انه فرنكن درجة حرارته كويسة. حاليا انا حفتح وفرجيكن، مجرد تشوفن هذا الشكل واستوت البطاطا، وصحتين وعافية.